كوكو ميزامي، رمضان كريم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفة تاع تحلية تاع سهرة تاع رمضان، وصفة بنينة بزاف وكامل طلبتوها مني. اول حاجة عندنا نصف لتر تاع الحليب، عندنا فلو فاني ولا اذا عندكم فلو كراميل استعملوه. عندنا هنا مغرفة كبيرة تاع توفيا اللي تتباع في الأسواق. عندنا شوية لاروم كراميل. نخلطوا الخليط تاعنا مليح، ونزيدوا له مغرفة تاع سكر. نخلطوا الخليط تاعنا هذا بارد في بارد، ثم نحطوه فوق النار. ونبقاو نحركو فيه حتى الخليط تاعنا يولي يغلي. نبقاو نخلطو فوق النار حتى نحسو شويه الخليط تاعنا بدا يعقد شويه. نبقاو نحركو بعد ما نحركو نروحو للمرحلة الثانية. لازمنا نحركوه مليح. الخليط تاعنا هذا نقسموه على زوج، النص الاول نحطوه في الكيسان والنص الثاني نحطوه في الثلاجة. هنا الكيسان تاعنا دهنتهم شوية طوفيا، حطيت لهم الخليط تاع الطوفيا من داخل على بها كيبانوا شوية مضببين. هذا الخليط تاعنا الاول نحطوه في الكيسان هذا ونخليوه يبرد، والخليط الثاني نحطوه في الثلاجة. هاو هنا بعد ما جمد نحطوله كمية من الشانتي ونطلعوا الخليط تاعنا مليح حتى تولينا كريمة. نبقاو نخلطوا حتى تطلع لنا. تسمى النصف لتر تاعنا قسمناها على زوج، النص الاول كي طاب حطيناه في الكيسان، والنص الاخر حطيناه في الثلاجة يبرد وجبدناه وزدنا له شانتي. هذه هي الطبقة الثانية. هاي هنا نحطوها في لابوش ادوي، نحطوها تبرد شوية باه يخرج لنا الشكل. اللي تحب ديرها عادي تحطها كطبقة ثانية وخلاص. المهم هنا نبدأ نشكل فيها بعد ما جبتها من الثلاجة هذه الكريمة، غير على جال الشكل، وتكون أكيد الطبقة الأولى تكون باردة. نبدأ نشكل فيها هكا. كانت عندي كمية من الجوز حطيتها من فوق. هذه هي التحلية تاعنا تاع اليوم، سهلة وبنينة بنينة بنينة. يحب يزينها ثاني يديرلها شوية كراميل من فوق أكيد كيما يحب. هذه هي التحلية. المهم تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد عما قريب. مع السلامة. ما تنساوش جيمو كومنتير. باي.